إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد أوجب الله تعالى علينا الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الأنبياء. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ولقد جعل الله تعالى لنبي من هؤلاء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، جعل الله تعالى له علاقة بأمتنا، بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هو أولى الناس بهذا النبي، فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، يعني أنهم كأنما أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ثم قال: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام، وذلك أنه ليس بيني وبينه نبي. وأثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عيسى عليه السلام، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان عند ولادته إلا عيسى بن مريم وأمه عليهما الصلاة والسلام. ولقد ذكر الله تعالى في القرآن خبرا عن عيسى عليه السلام مفصلا، ورد في عدد من السور، بل خصت سورتان من القرآن الكريم بالكلام عن عيسى عليه السلام وأخباره. فتجد في القرآن سورة آل عمران، وهي الأسرة التي ينتسب إليها عيسى عليه الصلاة والسلام. وتجد في القرآن سورة مريم، وهي أم عيسى، وذكر الله تعالى قصة ولادته فيها. لا يوجد نبي فصل الله تعالى قصة ولادته وأخبر بأمه وأخبر بجدته كما أخبر الله تعالى بعيسى بن مريم. نعرف اسمه، ونعرف خبر ولادته وخبر ولادة أمه، ونعرف أن زكريا عليه السلام هو زوج خالته، ونعرف كيف تربت أمه مريم لما كانت مع العباد في ذلك المعبد. ولقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان فيكون حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقوم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتكون الأرض في حال نزول عيسى عليه السلام تكون على أحسن حال يعيش فيه المؤمنون. ولقد أخبرنا الله جل وعلا بذلك، فقال سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وأخبر الله جل وعلا أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، فقال سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ثم قال الله: وإنه لعلم للساعة. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، أي إنه من علامات الساعة. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام سنقف على معجزة من المعجزات التي آتاها الله تعالى لنبيه عيسى عليه السلام. ولقد آتى الله تعالى نبيه عيسى معجزات متعددة، فكان يبرئ الأكمه وهو من ولد أعمى، يبرئه بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص، بل ويحيي الموتى بإذن الله. فهذه آيات عظام. ولقد ذكر الله تعالى قصة لنبيه عيسى عليه السلام وقعت له مع الحواريين، والحواريون هم أتباع عيسى عليه السلام، وكان عددهم قليلا